السلام عليكم البنات. كنا كنعشقوا صراحه البطاطس مقليه سيرتو الدراري الصغار، ولكن عارفين الاضرار ديالها الا تقلات في الزيت. وكاينين بعض الناس اللي ممنوع عليهم طبيا بتاتا اي حاجه مقليه في الزيت، يعني كيبقاو يشوفوا فيها محرومين منها. دابا جبت لكم طريقه كيفاش اننا نقليوها في الفران ديال الضوء بطريقه اللي هي صحيه، كيفاش تجيكم ديك القرمشه وديك التكرميله بحال مقليه فوق الزيت، فوق المقله. يعني كتجي رائعه جدا بواحد التتبيله اللي هي زوينه جدا. ها هي البنات، كنحتاجو قليل من الملح، قليل من التحميره، شويه ديال الكركم، قليل من الفلفل الحار كيبقى اختياري، والقليل من الزعتر. بحال هكا. بالنسبه لبنات البطاطا خليوها هكا في الحجم ديالها شويه هكا كبير، حيت في الفران راه كتقلص، ماشي بحال مقليه فوق البوطه هكا في المقله كتقلى كتبقى في الحجم ديالها، اما في الفران راه كتقلص. يعني خليوها شويه كبيره وانتم كتقطعوها. نحك شويه الزعتر، وغنضيف 3 ملاعق ديال الزيت. والله ديالتي راني دهناها بالزيت باش ما تلصقش ليا فيها البطاطا ديالي. ودابا البنات غادي نصفها فوق اللاطه، نحاول ان ما نديروش وحده فوق وحده، نديرو كل وحده بوحدها. على هذا الشكل، ونبقى مستمره. البنات ساليت راني ستفتها، ما درتش وحده فوق وحده. دابا غندخلها للفران ديالي ديجا مسخن على 250 درجه. الا عندكم في الفران ديالكم اكثر من 250 درجه ديروها، انا عندي الماكسيموم 250 درجه. ها هو البنات على 250 درجه. ودابا غنحيد الفرفاره، ندير الفوق ولتحت بلا فرفاره باش تحمر ليا مزيان، وديرها في السكه الثانيه. وغادي نلتقيو ان شاء الله، غنوريكم كيفاش جات. المهم البنات ملي كتكون كطيب راه كنبقاو نقلبوا فيها بحال كنقلبوا ملي كتكون كطيب في المقله، يعني حيت الفوق كيطيب قبل التحت باش تجي لنا مكرمله. وها هي البنات، شوفوا راها طابت ليا، شوفوا كيفاش كتجي شيشه مقرمشه، كتجي رائعه البنات. وفي نفس الوقت راها صحيه. البنات بالنسبه للمذاق راه لا اروع.